أهلا بكم. حبيت أحكي لكم عن بداياتي في عالم الأزياء في عالم في بعض الأحيان. قد ما توصل مرحلة ناس تتغرم بيك، تتولي توقفك في الشارع. أروى أنا عايزة أعمل أنفي زي أنفك، عايزة أعمل مناخيري زيك، أنا عايزة أعمل شفايفي زيك. يوصل بهم محبتهم ليكي وعشقهم ليكي كموديل، كحاجة يحبوا يقولي أنا عايزة أعمل موديل كيفك، عايزة إزاي أصير موديل زيك، ازاي اعمل مناخيري زيك، ازاي اعمل شفايفي زيك، ازاي اعمل عيوني زيك. يوصل يعني انك للفانات متاعك توصل تعشقك للدرجة انهم يصيروا يحبوا يعملوا شكلهم زيك، يلبسوا زيك، ستايلهم زيك. طبعا انا في الفترة انا في الشهر ده انا مطلوب مني، انا عندي شغل بعد رمضان ان شاء الله. بس انا شهري ده لازم افوت في دايت كبير عشان ارجع. انا من تاي 36 عشان الفترة دي، عشان التيك توك وصرت اسهر على التيك توك، ولما اسهر على الكاميرا لازم اكل عشان ما احسش حالي نعسانة. يمكن صرت اكل كمية زيادة عن اللزوم، فمن تاي 36 اليوم اشتريت بنطلون تاي 40 40 من اللي كنت 36. فانا عندي شغل، قالوا لي لا انت ما بينفعش بعد رمضان تشتغلي بتاعك ده، لازم تخسي تعملي دايت ترجعي ل 36. يعني انا توا مطالب مني اني اخس 4 كيلو في شهر. دونك هي شغلانه صعبه انك تكوني موديل، لازم على طول تحافظي على رشاقة جسمك، لازم عندك محبين. ما تعرفيش ازاي يعني الناس تحبك وتعرفك بالشارع. انا ما بعرفش حد، انا بالشارع بالسوبر ماركت يجيوا يكلموني اروى بليز. انا الانستغرام وصلت يعني شلته الانستغرام، لانه انا قبل 10 سنين صديقتي الانتيم فتحت لي هي الحساب الانستغرام والادريس كانوا عندها هي. فمن وقتها بعدين تسكر الانستغرام، بقيت بدون انستغرام. السنه الماضيه وانا بالسوبر ماركت جاتني معجبه قالت لي لا احنا عايزين نتابعك على الانستغرام. فرجعت عملت حساب جديد بالانستغرام ونزلت عليه شغلي بالموديلينج. بجد يعني ما عنديش حتى وقت دلوقتي اني انزل كل يوم صور على الانستغرام وكده. ولكن انا كأروى كموديل معروفة ومشهورة في المجال ده. هو مجال حلو لكن صعب في كل حاجة يعني. وهنا ديما انا حكيت انه انا جاتني فرصة